شنو رأيك بهذه الوجهة الآن اللي توجهت إلى البصرة والعراق ككل؟ لأن أكيد العراق والبصرة واحد. بالتأكيد فرحة كبيرة نعم. وحدث كبير، وكنا نتمناه ننتظره من سنوات. نعم. كل البصر وحتى العراقيين ازدادوا فرحا، ومثل ما شفت الناس طلعت على بكرة أبينا. نعم. نعم. والحقيقة ليست فقط لكرة القدم، يعني هذا حدث تاريخي كبير للبصرة والعراق، لكن الناس على مدى 5 عقود هي الحقيقة مكبوتة، فشافت متنفس وشفتيها انه ترقص في الشوارع وتحتفل. احنا الحقيقة يعني هذه اتمنى، وانا يعني واثق ان هي الخطوة الصحيحة على الطريق الصحيح للنهوض بالبصرة ولجلب الاستثمارات بالبصرة. وحتى اخواننا الخليجيين لما شافوا البصرة انبهروا فيها معطيات لا توجد في اي مكان اخر. فالمدينة ان شاء الله مقبلة على خطوات افضل للنهوض بها، خدمات، بنى تحتية الى اخره. وان شاء الله البصرة تلحق باخواتها في الخليج العربي، في دبي إن شاء الله هذا نطمح ان شاء الله، وهذا كل احنا نتمناه ولازم نعمل نعم مو التمنيات. نعم. عشنا عقود كثيرة في التمنيات. نعم. مثل ما يقول حان وقت العمل. نعم. أستاذ، بالنسبة للنجاح اللي وصلت إلى المنتخبنا والبصرة ككل، هل ترى أنه الشعب العراقي والشارع العراقي له السبب أيضا بهذه الأمور؟ يعني مثل ما شفت الشعب يعني على بساطته وعلى هذه الأمور سوى فد احتفال جميل يعني جدا، فشنو رأيك؟ بالتأكيد. نعم. الشعب له نعم. دافع وزخم كبير نعم. في ذبح هاي النتائج اللي حصلنا عليها. نعم. وهاي تراوي الدنيا كلها شنو العراق. بساطة العراقيين، بساطة الشعب العراقي. نعم. وكفاءة، مو بس بساطة. نعم. بساطة على فترة هسه عادية. نعم. تمتاز بها كثير من الدول اللي أنا نعم. بس هنا اكو بساطة، نعم. واكو صدق، واكو كفاءة كبيرة، اكو معطيات كبيرة عند الشعب وعند الأرض في البصرة. أستاذ، سمعنا أنه بعض من الأقاويل أنه في تطور جديد إن شاء الله للبصرة، بما أنه هي البصرة بدأت تنهض. هل هناك مشاريع جديدة للسياحة، للنظرة الثانية للبصرة؟ وأكيد هي انطلاقية جميلة للعراق ككل، فهل هي هناك أمور؟ نعم. أنه اخواننا بالخليج شافوا معطيات البصرة، نعم. انه يكونوا متواجدين بين اهلهم. نعم. وهناك فرص استثماريه ما موجوده. اكيد. ما موجوده بالعالم كله. بعدها مثل ما يقولون الارض تحتاج كثير معطيات. البصره فيها ثروات كبيره، لا دحين من النفط، زراعه، الحمد لله. هاي كلها، فخلنا نستغلها، خلنا نلزم بهاي النتائج اللي حصلنا من اجلها حتى نطور مدينتنا للاحسن. ان شاء الله. نحتاج يعني عمل كبير ضروري. نعم. طبعا اشكر الاستاذ، يعني دعم جميل جدا. حضورك للبصره شيء راقي جدا. الشعب البصري والعراقي كله فرحان بما وصلنا اليه. طبعا شكر جزيل لكم ولحضوركم ولقائكم. ان احنا القناه البسيطه المتواضعه شرف بريس. اشكرك، ممنونه من حضرتك. الله يحفظك. شكرا استاذ. الله يحفظك. الحمد لله. بكلامكم وتوجيهاتكم ووجودكم. الله يحفظك. يلا.